مرحبا. من منتصف الموسم الماضي تقريبا هناك حديث دائما يدور عن أنه كل ما حققه سلوت آنذاك ويحقق الآن هو نتاج أو حصاد ما بناه كلوب مع ليفربول. قد يكون هذا الموضوع صحيح على الصعيد الفني، ولكن في أمر لازم نحكي عنه، من الواجب أنه نحكي عنه. شوف، هناك إجماع بعالم كرة القدم على أنه يورجن كلوب كان شخصية استثنائية ولها تأثير، وفيلسوف وفاهم وواعي وحضوره قوي ومحبوب جدا، مثل ما جمهور ليفربول بيعرف، من المدينة ومن الجماهير، وله تأثير بغرفة الملابس. فأن يأتي شخص مدرب مغمور من هولندا لملء هذا الفراغ، هيدا بحد ذاته ضغط ممكن يقضي على أي مدرب. كان ممكن من السهل جدا عند أي نتيجة سيئة ينقض على سلوت، ولكن صمد وأثبت حضور. لازم ينعطى حقه سلوت بهذا الموضوع. مش سهل ابدا تفوت على غرفه ملابس بقلب فان دايك واليسون وصلاح ومجموعه لاعبين كباتن منتخبات لهم تاريخ ولهم باع ولهم جماهير ولهم متابعين ومحبوبين من المدينه، يجي شخص بده يثبت نفسه بتبديل، بقرار، بملاحظه، هيدي ضغوطات مش اي شخص بيتحملها، خاصه انك جاي خلف كلوب. هيدا مش افونتاج، مش دائما هيدا شيء ايجابي، بالعكس هيدا شيء سلبي. هيدا تحدي كبير، هيدا تحدي كبير، مش اي شخص بيصمد وبيثبت حضور اتجاهه.